السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد. وهذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم شويه على بعض الاسئله اللي كيطرحوها عليا بعض الاخوات والبنات. واحد السؤال كيجيني بزاف 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 وقلت ما غنجاوب فيه حتى شي وحده وغادي نخرج بفيديو باش تعم الفائده. السؤال هو غيطلع لكم من طرف الاخت ام غيثه. هذه وحده من الاخوات ولكن راه تقريبا نفس السؤال كيجيني. اختي رابحه بغينا نخدموا الشباكيه، هما يجيبوا لي القوام وانا نخدم غير بيدي، شحال نطلب في يدي؟ هذا السؤال حدث ولا حرج. بالنسبه لهذا السؤال ديال بدا نقراو السؤال ديال الاخت ام غيثه. قالت لي السلام عليكم اختي رابحه. عليكم السلام ورحمه الله. قالت عارفه كي جاوبيني الله يجازيك بالخير، ان شاء الله ناويه نشد الشباكيه ولكن قالوا لي نعطيوك المقادير وانتي خدمي. قال لك 50 درهم للكيلو ديال الطحين. دابا شي ناس قالوا لي غنجيبوا لك كيلو ديال الطحين، كل كيلو ديال الطحين غنجيبوا لك القوام وكلشي غتخدمي انت ب 50 درهم في يدك. نعطيوك 50 درهم ونجيبوا لك القوام وخدمي. كيلو ديال الطحين شحال تيعطي البنات؟ تيعطي عليه 3 كيلو، كاين اللي تيعطي حتى 3 كيلو 200. كل وحده طريقتها كيفاش كتخرج الكيلوات باش نتفاهموا. المهم حنا نضربوا على 3 كيلو. دابا انت اختي غير دابا بيني وبينك 3 كيلو ديال الشباكيه غادي تجي السيده تعطيها لك وتخدمي انت ب 50 درهم. وانا نكملوا السؤال. طحين واش مسلكه؟ حيت كيلو طحين راه تبارك الله كيعطي، هذه راه تبارك الله عارفه شحال تيعطي، راه كيعطي الخير وراكي عارفه الثمره ديال القلي والماعن وديالو. سمحي لي طولت عليك، ما كاينش شي مشكل، ما كاين حتى مشكل اختي. دابا انت قلتيها، انت سالتي وجاوبتي راسك براسك. هذه انت راكي عارفه اللي كاين، ولكن بعض الاخوات راه ما عارفينش مساكنات، بغاو يلا يبداو وما عارفاش. اختي رابحه غيجيبوا لي كيلو ديال الطحين غادي نخدمو 50 درهم، شحال نطلب في يدي؟ انا بدات الخدمه ما نديرهاش وما نديرهاش نهائيا وما كنديرهاش. علاش؟ السيده تجيب لك الخوان، غتجيب لك 2 لتر ديال الزيت، تجيب لك نقولوا كاع 4 كيلو ديال العسل، تمشي تجيب سميده تصوبها في الدار، تجيبوا لك العسل 4 كيلو مثلا ولا 5 ولا غتجيب لك الطحين هذاك القوام ديال باش تعجني. هي حطيتهم لك في صويك مشات بحالها. اذا شكون اللي في الثمره؟ اللي في الثمره هي انت. غادي هذاك النافع وحبه حلاوه اللي جابتهم لك ما مطحونينش، خصك تنقيهم تعاودي لهم التنقيه لان ما غاديش تيقي، ربما يكون فيهم التراب، يكون فيهم ضروري انت اللي مسؤوله، خصك تعاودي لهم التنقيه. غادي تطحني، غادي تشطيهم في الغربال. ها التمر الاولى دازت جلجلان، حتى هو خصك ضروري تنقي. غتجيب لك ثمن داك الكاس ولا المهم تجيب واحد الزلافه حتى هي غادي تنقيها. واخا ها التمر الاولى دازت، زيد على عجنيها وطلقيها. وعرفتي الطلق كي داير ديال الشباكيه؟ غير باش تطلقيها باش تورقيها راه خاص يكون عندك الدرعان ديال ما عرفت شنو، صعيبه باش تطلقيها وتورقيها. كيلو ديال الطحين تيخرج 3 كيلو ديال الشباكيه. قعدي تشبكي. الا بديتيها في الصباح مثلا تيفوت العصر خليها، ما قديتيش عليها كتخليها حتى الصباح، كتشد لك واحد اليومين بعدا. عاد زيدي القليان ديالها والزيوتات فين طايره، زيدي العسل. انت كديري من فوق البوطو، عاد زيدي ثاني فرغي في جهه اخرى العسل هنا والعسل هنا والكوزينه كلها معسله. زيدي على العجعاجه اللي طالعه ديال الزيت فين واصله، زيدي على من تسقطر لك من العسل وحايدي وديري ليها هذا وسقطريها وعبريها وتجي السيده تلقاها واجده وتديها ما ضرب عليها تماره ما عرفتها كيفاش جات ما والو، تعطيك 50 درهم. هي ردات السطل وتعطيك 50 درهم. ودابا البنات غير دابا بيني وبينكم اختي الا كنتي ترضي تشدي 50 درهم خدميها. انا نقول لك من هنا شتي 70 درهم والله ما نحط في يدي، والله ما نحط في يدي. وانا نقولها لكم التماره ديال الكحله مالنا اختي عليه. وزيدي الظهر وزيدي والماكينه ودوري وهذا. ونزيدكم هذه لا نجحات لك بعض المبتدئات اللي بحرا كما دخلوا عندي اختي اول مره غنخدمها وزيدي تخسر لك. وعاودي سيري جيبي القوام من جديد وعاودي ديريها لها من جديد وسيري شدي 50 درهم. شوفوا البنات الله يجازيكم بخير. بالنسبه للمعسلات الشباكيه ما حتى وحده ما تسولني هذا السؤال. اختي تجيب لي القوام شحال نطلب في يدي؟ قلتي ليها 100 درهم تقول لك ويلي 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 غاليه. انا جبت لك اختي كلشي، انت شنو غديري كاع؟ شنو غندير كاع؟ وزعي لي قوامك وسيري وشوفي شنو غادي ديري كاع. عاوتاني
قلتي لها مثلا طلبتي لها 200 درهم تقول لك اويلي انا جبت القوام كله طلبتي الثمن ونمشي حتى ندير احسن ولا نمشي نشريها كاع واجده وطلع ليا رخيص وطلع وتبقى تفلسف عليك تما. علاش اختي مالنا على هذا الشيء كامل؟ اما شدوا الشباكيه بالقوام ديالها وخدموها، راه يلا ديك البركه اللي كتشدي راه حلالا طيبا، ولكن والله البنات التماره ديال الشباكيه راه عارفينها غير هي اللي تيضربها. اما اللي كتجي تهز طاستها وكتزيد راه كيحسب لها راكي كتلقايها طايحه. انا نقولها لكم البنات ما تبقاوش تسولوني هذا السؤال، كنتي ترضي ب 50 درهم سيري شديها، كنتي ترضي ب 70 درهم سيري شديها، راه والله العظيم تقولي لها 100 درهم وتقولي لها 150 درهم حتى تسمعك اللي ما عمرك سمعتي. وما نختي على هذا الشيء كامل. شوفوا البنات الله يجازيكم بخير، هذا السؤال انا بعدا ما بقيتش تسولوني لا في التعاليق ولا في الخاص. هذا صافي طرقنا هذا المسمار صافي. كانت شي حاجه ديال الشباكيه سولوني مرحبا اختي راه بحال شفت الشباكيه اش ندير ليها. المهم راه الاخوات كلهم النهار كله كيقيلوا يصونوا عليا، راه الحمد لله راني اللي كنقدر كنجاوب عليه. هادشي اللي كاين البنات. المهم هذا السؤال راه اش غنقول لكم راه جاني بزاف 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 والله العظيم ما تنلقاش كيفاش نجاوبها غير وحده بوحده. اللهم خرجت لكم بفيديو. البنات من هذا المنبر تجيب لي السيده القوام باش ما رضيتيش ديه، ما تكتبيش لي انا بغيتي تشديه ب 50 درهم الله يعاونك، بغيتي تشديه ب 100 درهم الله يعاونك. المهم انا ما تكتبيش لي شحال نشدو. عيطي لي قولي اختي رابحه عجنه بشحال نشدها، كيلو قوام شحال نشدو، الكيلو عبار ميزان شحال نشدو، ولكن القوام من عندك كلشي من عندك. اما باش تقول لي راه جايبه لي السيده هادي ما نشدهاش انا بعدا وما تعاودوش تسولوني. صافي البنات تفاهمنا. يلا ان شاء الله هذا صافي دزنا على هذا الفيديو. ان شاء الله البنات انا غادي نوريكم القريه ديال الملوي. شوفوا ما كاينلاش لا والو، غندير نوريكم القريه ديالي لان حتى الاخوات طلبوني على لا في اليوتيوب ولا في هذا. وهذا الفيديو مور هذا نحكي لكم دابا القريه بالتفصيل ونجاوب على بزاف ديال الاسئله. صافي هذا الفيديو المهم للتوضيح. يلا البنات خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله.